تحت سرير كارل كان فيه مسمار. كل اللي كان عليه يعمله إنه يلمس المسمار ويقول بسرعة صغر، علشان جسمه ينزل من 220 سنتيمتر إلى 10 سنتيمتر، وبكده كان يقدر يدخل من فجوة الفار علشان يلاقي صاحبه كان راجل صغير قوي، 10 سنتي بس. زمان كان عايش في حديقة، بس الجو كان بيبرد أكتر وأكتر، فساعتها راح مأجر أوضة من الفيران اللي في الأبو. ورغم إن الفيران كانت ثابت المكان، بس كانت بترجع كتير. واحدة منهم كانت كبيرة وشريرة، وجورج صاحبه كان مرعوب منها. جورج شرح له إنه لسه ما دفعش الإيجار كله، ولو ما سددش خلال أسبوع الفار هتيجي تعضه لحد ما يموت. أم كارل كمان كان صاحب البيت دايما بيضيق عليها، علشان كده أبوه وهي كانوا بيخرجوا بدري ويرجعوا متأخر وعايزين يشتغلوا بجد علشان يكسبوا أكتر. بيتهم كمان كان إيجار، وكانوا عايشين فيه مع 3 أسر غيرهم. الاتنين الباقيين كانوا بيمشوا على طول الصبح، وبعد ما الكل يمشي ما يبقاش غير كارل وجارتهم بتاعة الدور التاني. كارل كان بيحس بالوحدة والزهق، وكان طول الوقت بيعدي الأيام لحد أجازة أهله الجاية. كارل سأل أبوه هو لما نكبر لازم نفضل نشتغل طول الوقت؟ أبوه رد هو كده. السنة اللي فاتت أخت كارل ماتت بدري بسبب مرض، والحزن كان سايب أثر تقيل على البيت. أهله كانوا فاهمين وجعه ووحدته، وكانوا بيحاولوا يقعدوا في البيت أطول وقت ممكن، بس ده كان بيخليهم دايما متأخرين. والمدير كان متضايق جدا لحد ما وصول جورج غير كل حاجة. هو كمان كان زهقان تحت في الأبو، فطلع للدور اللي فوق من خلال حفرة الفار، وهناك اتعرف على كارل وبقوا أصحاب. جورج حتى عزم كارل عنده في بيته. كارل سأله بس بيتك صغير قوي، هدخل إزاي؟ جورج رد عندي طريقة تخليك تصغر. في الأول كارل كان متردد، بس بعد ما اتأكد إنه يقدر يرجع لطبيعته قرر يتشجع ويجرب. الأبو اللي كان عايش فيه جورج كان ضلمة ورطب، وأوضته كانت بدائية جدا، والأكل ما كانش عنده غير اللي يلاقيه. اليوم ده ما كانش حاطط في بوقه لقمة، وبالليل كان بينام على الأرض. قلب كارل وجعه عليه، وقرر فوراً يروح يدور على خشب وأكل. جورج وهو شكله مسكين وقفله الطريق خايف ما يرجعوش تاني. والمشهد ده فكر كارل بنفسه لما كان بيتوسل لأهله ما يمشوش، وده وراه قد إيه جورج بيعتمد عليه. وكارل قدامه من ولد دايماً بيتحمي بقى فجأة هو اللي بيحمي